سمعت عن ندها وأمنا غولة؟ طب سمعت عن أبو رجل مسلوخة؟ حكايات جدك وجدتك عن العفاريت والأشباح اللي كانت بتسكن القرى. لسه فاكرها ولا نسيتها؟ الحكايات دي كانت بتتقال على لسانهم كأنها حقيقة مصدقة، ما ينفعش تتكذب. بتصدقها وتترعب وتخاف. كانوا بيقعدوا قدامك ويتكلموا، تبص في عينيهم تشوف الحقيقة والصدق. لما كبرت بقى عندك قليل من الشك في مصداقية وحقيقة الكلام ده. طب ما تيجي نفتح صفحة من القديم ونشوف حكايتها ايه. أول صفحة هنفتحها صفحة الندهة. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على المصطبة. حلقة النهاردة مميزة جدا وهنتكلم فيها عن الندهة. تعالوا علشان أقول لكم الحكاية من الأول. رجالة كتير خافت تمشي جنب ترعة أو بحر أو مكان زراعي بالليل لا تنده على أساميهم ويروح وما يرجعش. التراث الشعبي بنتوارثه مع مرور أجيال كأنه شيء ملتصق فينا، شيء له علاقة بكينونتنا كبشر. لكل بلد تراث ولكل تراث حكاية سواء شرقية أو غربية. ومن ضمن التراث ده أسطورة شعبية ريفية مصرية قديمة كانت بتستخدم لتخويف الناس ويقال إنها كانت حقيقية. زمان في وجود عدد قليل من الناس كان في انتشار واسع للسحر والأعمال، فطبيعي تلاقي حكايات كتيرة على ألسنة ناس زمان كلها رعب وتشيب الشعر حتى لو كان فيها قليل من التأليف. الحكاية عن ست جميلة موجودة في الريف المصري بتعيش في الحقول بين أشجار، وتحديدا شجر الرمان وبرتقان والنخيل. تظهر بالليل وتنادي باسم الشخص بطريقة سحرية. الشخص بيبدأ يتحرك ناحية الصوت كأنه مسحور، وتاني يوم يلاقوه جثة مرمية جنب حقل أو ترعة أو بحر، ويكون ميت وغالبا بيكون غرقان. بيقولوا إنها جميلة جدا ولها نفس صفات حرية البحر، وبتنادي على الرجالة بس لو راجل معدي بتبدأ تقول اسمه بطريقتها وتظهر له على أساس إنها جنية ساحرة الجمال، ولو شخص سيء الحظ بتغرقه، ولو ينجو منها بيصاب بالجنون والهلاوس ويمشي في البلد يقول كلام غريب لحد ما في النهاية بيلاقوا برضه جثة مرمية في أي مكان. بيقولوا برضه إنها ممكن تاخد الشخص معاها للعالم السفلي وتتجوزه، وبعد فترة لو الشخص ده قرر يرجع العالم بتاعه بتموته بسبب غيرتها عليه أو لعدم كشف عالمها. ودايما ضحيتها رجالة، وأبدا عمرها ما استهدفت الستات. الأساطير بتقول إنها زوجة للشيطان وإنها من نسل إبليس، وإن مهمتها الأساسية هي إغراء الرجالة علشان يحصل بينهم وبين زوجاتهم مشاكل. في شيخ قال إنه قدر يحضرها ويشوف مواصفاتها الحقيقية، فقال عنها إنها سودة وقبيحة جدا لدرجة إن معالم جسدها ما تقدرش تحددها من شدة قبحها. في بعض الأساطير يقال إن ندها نزلت الأرض علشان تخلص المرأة المتزوجة الضعيفة من زوجها، وإنها بتختبر الرجالة قبل ما تقتلهم وبتغريهم وتشوف إذا كان هيخون مراته معاها ولا لأ، وعلى حسب إقباله بيكون العقاب. لكن ده رأي مستبعد لأننا لحد دلوقتي ما قدرناش نشوفها. كلها أساطير عن صوت بيسمعوه الرجالة وتولدت منه الحكاية. يا عزيزي، أسطورة النداهة مش في الريف المصري بس، بل إنها موجودة في دول كتير ولكن بأسماء مختلفة. في تونس اسمها عائشة قنديشة، بيوصفها التراث التونسي بأنها ست جميلة ولكنها بتخفي رجليها تحت لباسها، ولو كشفت عنهم بيكونوا زي حوافر الجمال أو المعيز، وإنها بتظهر بالليل جنب الحقول وبتغري الرجالة وتقتلهم، ويقال إنها ما بتحبش النور ولو ظهرت أي ضوء بتختفي. موجودة كمان في دول الخليج واسمها جنية المستنقع أو ساكنة المستنقع. في الإمارات اسمها أم الدويس، وليها نفس القصة اللي موجودة في كل الثقافات، وموجودة برضو في الفلكلور الأمريكي، بتكون تقاليد شعبية وموجودة تحديدا في أمريكا الوسطى. كمان موجودة في اليابان، اتسمت بأسماء تانية في ثقافات مختلفة زي الشيطانة الجميلة أو رعب الأرياف. طب هي حقيقة ولا خيال؟ ما نعرفش، بس معظم اللي بيتقال عنها إنها أقرب لخيال من الحقيقة. لكن خليني أقول لك إن رغم إن الأسطورة مع الوقت ماتت، إلا إن في بلاد كتير لحد دلوقتي لسه مأمنين بوجودها. البلاد دي في الصعيد والأرياف، وناس تانية بتخاف تقرب من الحقول أو البحر أو الترعة بالليل بسبب خوفهم لأن النداهة تنادي على اسمهم وتخطفهم. خرج مؤلفين كتير ألفوا قصص عليها وروايات وحكايات على اليوتيوب والسوشيال ميديا، وناس قالت إنهم شافوها وقالت القصة بتاعتها، لكن الأكيد إن هي أسطورة شعبية تتنقلها الأجيال لحد ما صدقوا بوجودها. وده لأن الجن ملوش أي سلطة على جسدك حتى لو مس عقلك أو أصابك بسحر بمرض معين.
ما يقدرش يغرقك مثلا أو يقتلك، لأن قوته محدودة جدا مقابل قوتك اللي ربنا أعطاها ليك بكلماته. نتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم. يا ريت ما تنسوش تابعونا على اليوتيوب وفيسبوك باسم المصطبة، وعلى باقي منصات التواصل الاجتماعي بنفس العنوان، واشوفكم حلقة جاية. سلام.